من وكلاء اللاعبين في مصر. هيكون معانا النهارده نادر شوقي. انا الشغلانه دي بالنسبه لي شغلانه صعبه جدا. واحد لازم يكون فاهم كوره شويه. انت عندك مشكله في ادارات الانديه 40% و80% ما بيشتغلوش غير مع ناس معينه. قعدت سنتين ما ادخلش النادي الاهلي، ليه؟ ما كنتش محبوب بقى. تخيل انت كان عماد متعب نسبه نجاحه كانت اكبر كتير من نسبه فشله. في النادي الاهلي ناشئين كان مقطع الدنيا، طلع الفيرست تيم قطع الدنيا، طلع منتخب مصر كسر الدنيا، مفيش حد جه زي عماد. عمرو زكي واحد من اهم وافضل المهاجمين في مصر وسيظل اسمه موجود. هم كلهم زي بعض. عمرو من التايب الاوروبي البحت اللي كل الناس تكون عايزاه. عماد كان حظه سيء في التسويق. انا احب مهاجم زي عماد اكتر ما احب مهاجم زي عمرو. انت شايف ان تجربه شوقي تجربه ناجحه؟ شوقي مختلف، شوقي بيحب يتعلم. اللغه مهمه بس لغه الكوره اهم. اللعيب نفسه طالما ما بيلعبش في نادي جماهيري تفرق معاه كتير. هتخش انت في الغريق انت صح. اداره النادي هي اللي تخلي الواحد يرجع وما يرجعش. بروفيشنال. مش اي حد يقدر يقعد على الترابيزه ويتفاوض في انجلترا وانت مصري. انت ما بتقدرش تشتغل وانت وكيل غير لو اللعيب بتاعك شغال كويس. شايف خروج حسام غالي بيطلع يتكلم بهذه الكيفيه وبهذا الشكل على اللي بيحصل في مجلس اداره النادي الاهلي، انا شايفه غلط. الصراحه مطلوبه لكن التوقيت هو مهم قوي. حسام صعب جدا بس حسام سهل، الاثنين مع بعض. يا مساء الفل على حضراتكم، حلقة جديدة من جيت للشاطر. النهاردة عندي حلقة مختلفة تماما عن الحلقات السابقة. الحقيقة النهاردة عندي واحد من أهم وكلاء اللاعبين في مصر، واحد من اللي أسسوا هذا الشغلانة دي، زي ما بنقول شغلانة وكلاء اللاعبين. عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا جدا، ولكن واحد من المؤسسين لهذه الشغلانة الصعبة جدا 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 هيكون معانا النهاردة في جيت للشاطر، نادر شوقي وجيل الشاطر. ازيك يا نادر؟ ازيك يا شاطر؟ ازيك يا ورك نادر؟ شرف ليا طبعا. مبسوط ان انت معايا النهارده. وانا مبسوط اكتر يعني بالعكس. الدنيا الامور جميله جدا جدا وكل حاجه حلوه، ولكن خليني ابدا معاك ببطاقه تعارف نادر شوقي. انا هبدا معاك من الاول خالص. من الاول خالص ها. لانه انا الشغلانه دي بالنسبه لي شغلانه صعبه جدا. الشغلانه بتاعتكم دي شغلانه صعبه جدا. انت واحد من الناس اللي بداوا الشغلانه دي من زمان. يعني مش بداتها، انا جيت كملت. يعني مش بداتها أو كان في كملت، قبلها بلاش. اساتذه يعني طبعا عبد الصاوي انا ده هسالك أستاذي عن يعني. الاساتذه طبعا. والكلام ده كله، لكن البدايه كانت مع نادر نفسه ازاي؟ لا انا بحب الكوره من وانا صغير وما كملتش في الكوره وتعليم وكده، وبعد كده دايما انت عارف ان انا بحب الكوره. فما تلاقي شباك صغير ممكن يدخلك في الحته بتاعت ان انت تشتغل في الكوره، فاستغلتها. استغلتها ازاي؟ دخلت وعملت خلي بالك انت امتحان عندك هيتفرج عليك ناس عايزه تعمل كده، عايزه تشوف. ما أنا شايفه عارف. نادر شوقي في حته عايزه ابقى زيه، عايزه ابقى اشوفه لما غير، جاب زيزو من هنا وداه هنا، لما جاب شريف اكرامي قبل كده وداه هنا، حسام غالي قبل كده هنا، كذا فلان. فعايز يعرف الدنيا تمشي ازاي. ايه الطريق اللي يمشيه اي شاب بيتفرج علينا عشان يبقى وكيل من وكلاء اللاعبين زي نادر لا شوقي؟ واحد لازم يكون فاهم كوره شويه، يعني دارس لازم كوره. يبقى فاهم. طبعا، ودارس. لان الوكيل ده انت بتبص على بضاعتك ازاي. سوري يعني في لفظ طبعا. بضاعتك، انت بتبص عليه ازاي. لازم تعرف اللعيب ده البوزيشن بتاعه صح ولا مش صح، بيتحرك صح ولا لا، بيعمل العين. الديوتيز بتاعته. يعني العين طبعا مهمه، زي بعد كده الارقام. دلوقتي بقت الارقام، زمان يعني دخلت في 2011 2010 الارقام. ف الحاجات دي مهمه، لازم تكون فاهم الكوره الاول، وبعد كده بتحب الكوره، وبعد كده بتعرف تتعامل مع الناس اللي بره. انت الوكيل بالنسبه لي مش شرط، او انا واخد القصه دي عشان بره مش عشان جوه. عشان انا بره كنت مصر. طبعا، لان انا كنت اول ما دخلت الشغلانه دي كنت عايز اطلع مصريين على طول على انجلترا، لان ده كان الهدف بتاعي. لان انا عارف لما تيجي تعمل حاجه بتحبها فانت بتعملها كده وانت بتحب الشغلانه. فكان دايما التارجت بتاعي ان انا اطلع من مصر لبره. عشان كده انا دخلت القصه دي، ما كنتش دخلتش عشان مصر خالص. برضو البداية كانت ازاي؟ يعني انت حبيت الكورة وبتحب الكورة، اول صفقة عملتها في حياتك ايه؟ اول صفقه عملتها في حياتي كان ويليام من ساحل بتهيألي. ويليام، عارف فاكر الواد ويليام؟ طبعا. ويليام بتهيألي كان بيلعب في المصري اعتقد، كان في طنطا. او في بس راح كان في المصري. طنطا. كان في طنطا ووديته حرس الحدود. ده كان اول صفقه بتهيألي. فعلا. دي جت ازاي برضو يا نادر؟ انت جايب ويليام من بره، ايه اللي لا حصل؟ مش جاي ويليام بره خالص. انا عشان ابتدي الشغلانه زي ما بقول لك، انت دخلت الامتحان بتاع اتحاد الكوره، وبعد كده ابتديت تفهم القوانين بتاعت الكوره وقوانين الفيفا بتاعت الانتقالات والحاجات دي كلها.
فكانت لازم برضو تجرب في مصر شويه. اه فابتديت بقى ادخل وابص على اللعيبه والحاجات دي كلها، وابتديت اشتغل في مصر. بس قعدت سنه بالظبط او سنتين وما قدرتش. سنه انا خدت اللايسنس 2004 2005 ياه 2006 يعني 7 بطلت، اشتغلت مع عمرو او اشتغلت مع الناس دي كلها، طلعت بره. اه لكن التسخين في مصر ده كان صعب قوي، ما كنتش عارف تقعد معاها حتى لغايه دلوقتي. هي على فكره نفس المشاكل يعني، من قبل كده لغايه دلوقتي هي نفس المشاكل في مصر يعني. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو انت تعرفه ولا ما تعرفوش، هو الراجل ما بيشتغلش معاك ان انت راجل بروفيشنال، هو انت المحبه قد ايه. اللاعب، انت بتتكلم على اللاعب؟ لا بتكلم على الانديه. لا اللاعب الانديه. مش مشكله، اللاعب في 50,000 لاعب اللي اه هيمضيلك دلوقتي ولا هيمشي منك وبتاع، لكن انت الشغلانه كلها في اداره الانديه. هو انت اللاعب ده هتمضيه فين؟ انت عندك مشكله في ادارات يا الانديه؟ نهار ابيض. اه طبعا. اصل انا برضو يعني مش لذيذ قوي برضو. امم فاهم؟ في اداره الانديه طبعا 70% و80% ما بيشتغلوش غير مع ناس معينه. والله. ايوه، وانت كنت لعيب وعارف ايه اكيد. السبب؟ انا عارف انت بس مش الناس كنت عايزه موجود تعرف. وعارف لا ولا انا ايه عارف، بس بالظبط؟ انا بتكلم على، مش انا اللي بحكي، انت اللي بتحكي. بس انت عارف يعني، الناس عارف الدنيا عارفه. ماشيه ازاي، عارف النادي ده بيشتغل مع مين، النادي ده بيشتغل مع مين، النادي ده بيشتغل مع مين. ده حقيقي. طيب. اه فده بيقفل الناس. وبعد كده خلي بالك بقى، عندنا مشكله اكبر، انا هدخلك في حته تانية خالص. اتفضل. ان بره في العالم كله النادي بيتعامل مع وكيل معتمد، فانت ما ينفعش تخبط على الباب غير اما يكون معاك اللايسنس بتاعتك. اوكي. هنا اي حد شغال في اي حته. انت لو اتفرجت على الفيسبوك في اي وقت من الاوقات هيقول لك وكيل كذا كذا، تبص على اسمه مش موجود في الوكلاء اصلا. اما يحصل مصيبه يقول لك ده وكيل لاعبين، هو مش وكيل لاعبين. فاهم قصدي؟ فالمفروض ان اتحاد لازم الكوره، يبقى معاه الرخصه. ما هو ده دي قصه، ده ما دي من الحاجات بقى بتاعت اتحاد الكوره برضو، ان انت ازاي تخلي ناس تخش انديه وتعمل صفقات وهم ما عندهمش اللايسنس وما عندهمش الرخصه. فاهم قصدي؟ فكل واحد شغال اي حاجه، اي اه حد ويطلع في البرامج ويتكلم وكل حاجه، وانت مش وهو وكيل. معهوش رخصه اساسا معهوش للموضوع. اي حاجه اه ولا حاجه، اه وبياخد فلوس ولا حاجه طب خالص. ازاي بياخد فلوس؟ هو انا مش انا بياخد فلوس من كوكيل؟ اللعيب او من النادي، لان يعرف اوكي. الناس بتوع مش النادي. انا مش انا كوكيل لاعبين لما اجي اروح في النادي اه اكس من الانديه، المفروض انا عشان انا كنادي اطلع فلوس لازم يبقى معايا رخصه ده لنادر مش في مثلا. مصر ده. الكلام مش في مصر. يا نهار ابيض، اه كانت باظت خالص دي. طب بس مش هو انت، ده الصح، ده اللي انا ايوه افهمه. طبعا هو ده الصح. ده في اه انجلترا انت بتاخد فلوسك من النادي عن طريق اتحاد الاف اي، عن طريق الاتحاد الانجليزي. اوكي. يعني لو عندك نسبه معينه بياخد اللايسنس بتاعتك، لازم تجددها كل سنه، تدفع مبلغ ايوه وقدره ما ده اللي انا كويس، بقوله. اه ويتاكد من الترانزاكشن كله. فلا انت عندك 10 استرليني عندهم، مم. ال 10 دول بيروحوا للاتحاد الانجليزي، والاتحاد الانجليزي هو اللي بيبعتها لك. ياه. ايوه. هنا ما عشان فيش يشوف الكلام ده. عشان يشوف الحركه عامله ازاي، اه بدليل ان هم كل سنه بيطلع لك الترانسفير بتاعه عامل ازاي. بيقول لك كام نادي دفع كام وراح كام، ووكيل كل، والنسب بتاعت الوكاله قد ايه، كل حاجه مكتوبه في شفافيه بره. مم. هنا ما فيش شفافيه خالص. خالص. لا هو احنا فاتحين بس فاهم، ندفع مش عارفه ايه، ضريبه ايه وكذا ايه وعقد ايه والحاجات دي كلها، ودي حاجات بتلم فلوس الاتحاد. بس لو انت عملت مونيتنج للحركه وخليت الوكلاء بس هم المعتمدين هم اللي يشتغلوا، انت هتعرف تسيطر على الحركه الماليه، طب ليه ما وبالتالي بيحصل؟ هيدخل لك فلوس برضو نسبه. يعني اتحاد ليه ما الكوره ممكن بيحصلش ياخد. كده يا نادر؟ لا هو ليه ما بيحصلش حاجات كتير آه. والله. لا خلينا في الوكلاء. ليه ما بيحصلش كده؟ ليه ما بنشوفش الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام محترم جدا، ما هو كلام مش، منظم، واحد اتنين تلاته. ايوه على فكره مش بنخترع على فكره، ده بسيط. جدا مم. ما فيهاش حاجه. اه ولكن هي في الاخر ادارات الانديه بتحب تتعامل. طيب ما هو انت نادر شوقي مشهور ان انت بتحب تتعامل مع اداره النادي الاهلي، ما هو ده يعني هل ده وحش؟ بيحب تعمل ايه؟ مش انت يعني اداره النادي الاهلي بتحب تتعامل مع ايوه نادر، ونادر ايوه بيحب ده يتعامل؟ ده انت انت في وقت من جبت الاوقات. مثل مش ماشي مع الحته دي. يعني ايه؟ لان انا دايما بقول ان انا اهلاوي بحب النادي الاهلي، فبالتالي انا في النادي الاهلي ببقى ضعيف شويه، ففي ميكس ما بين المشاعر بتاعه المشجع والايجنت. اوكي. فاي حاجه النادي الاهلي بيطلبها او انا شايف اي حاجه تفيد النادي الاهلي هتوديها. برفع سماعه التليفون بتكلم على طول. في قعدت سنتين ما ادخلش النادي الاهلي. والله. اه طبعا، هو معروفه يعني، قعدت سنتين واكتر كمان. ليه؟ ما كنتش محبوب جوه. اوكي. طريقتي ما كانتش بتعجب الناس اللي كانت ماسكه في الحته اللي دي كانت في ماسكه في الوقت التوقيت ده. ده. اه فاهم؟ فلا هي على حسب طبعا، لكن انا دايما بحب اخدم النادي الاهلي. هات لي بقى اي نادي تاني كده، عد لي اي نادي انا بدخله وبتعامل معاه عادي، قليل. قليل جدا اه جدا. اه لان انا بقول لك طريقتي مش في ناس بروفيشنال. كتيره ما بتحبش طريقتي اه خالص. اه فيقوم جاي مفكر في حد تاني. على طول. ده في لعيبه بتكون معايا وبتروح الانديه مع وكلاء تانيه، والنادي يقول لك ما انت مش هتخش مع نادي الشباب. ايه ما ده؟ بتكلمش على بيراميدز على فكره، بتكلم اه على انديه تانيه وانديه كويسه. اه يعني في ناس اللي بتمضي معايا اه تروح تقعد. ما هو ده بقى لو النادي، سيبك بقى، لو النادي عنده
من اتحاد الكوره ان كل واحد داخل النادي ده يقدم ورقه بتاعه الوكيل بتاعه، مفيش حاجه هتحصل كده. مفيش كلام ده طبعا، دي مفيش. هتبقى فبالظبط، هتبقى فلا واضحه جدا. كل اداره بتحب ده، فده هو اللي بيعمل ده، فهنجيب ده، ماليش دعوه اللعيب ماضي مع مين. لكن ارتباط نادر شوقي بالنادي الاهلي هو ارتباط كبير جدا جدا. طبعا ده من عشق ده اول يعني انا اتعرفت على نادر من زمان. 20 زمان، يعني ايوه مش عايز اقول كام سنه، لكن سنين طويله جدا صح جدا. حصل. ما اشتغلناش طبعا، انا كلاعب كوره يعني كان لسه نادر في بدايته، ايوه وانا كنت في نهايتي لا تقريبا ما كان يعني. ما جاليش الشرف انا اشتغل معاك صح. فكانت الامور. لكن انا مثلا عرفت نادر من عماد متعب. عماد طبعا. يعني عماد وانتقاله لبلجيكا، وثم انتقاله بعد كده اعتقد للسعوديه. صح. وانا فاكر كان عنده السعودية حاجه الأول. وظهره وجعه فرجع اتحاد جده ايوه عماد هو اللي عمل، يعني في ناس معينه عملت اسم نادر شوقي، وخلي بالك نادر شوقي ده ما اتعملش كده، لان انا اشتغلت مع ناس اسمهم كبير. بالظبط. يعني عماد من الناس اللي علت اسمي جامد، شوقي عمرو عمرو زكي. حسام. في اسامي اثرت في اسمي انا شخصيا، فلافيو جilberto، الناس دي كان ليا الشرف ان انا اشتغل معاها، هي دي اللي عملت اسمي، دايما بقول كده. بدايتي كانت مع عماد كمان برضو طبعا. عماد احكي لنا البدايه معاه ايه اللي حصل، عماد كان كيفيه التواصل. الناس بتحب تسمع الحاجات دي. قلت خلي بالك القصه عماد دي برضو اصله كمان من الناس النجوم الكبيره جدا أوي جدا في عالم أوي كره القدم، أوي. والمحترمه جدا، ما تسمعش عنه حاجه، ما تسمعش عنه حاجه وحشه انا ما يعني. بقتش اسمع عنه حاجه برضه. لكن عماد من الناس اللي كانوا فيري تالنتد، كانوا موهوبين جدا، واعتقد لغايه دلوقتي عماد هيفضل برضو في حته تانية كمهاجم، مفيش حد لسه جه. لا ما فيش حد زيه. مفيش حد جه زي عماد، زي ما احنا كانت ايام كابتن حسام حسن، مفيش حد زي حسام لغايه اما عمرو وعماد طلعوا، وعماد وميدو فاهم. فعماد كان لعيب كبير جدا وهو صغير، وانا كنت دايما بتفرج على الفرقه بتاعت تحت 17 سنه في النادي الاهلي، كان ساعتها بقى شريف اكرامي وعماد وناس كتير قوي. دي كانت البدايه لمعرفه نادي دي الشوقي. لا كنت بدايه ان انا اخش وابتدي ادعبس على لعيبه صغيره تطلع بره. اوكي. وعماد كان متالق بس ما شاء الله، كان طلع الدوري ممتاز مش عارف كام جون وعمل عمليه واشتغل تاني بعد كده حتى في صباعه، انا فاكر القصه دي. يعني هو حتى تعطل وهو صغير بس كمل. فكان دايما خلي بالك التسويق المهاجم اسهل حاجه للوكيل، بالذات لو السن صغير. فدي كانت الشورت كات بتاعتي، ازاي ان انا اعرف الاقي منتج يمشي بره، لان هو بيبص على ناس صغيره وناس في منتخبات. فعماد كان الايديال، الحاجه اللي انا لازم اخش بيها الماركت عشان اعرف اشتغل. وهو ساعدني الصراحه جدا، اللي هو تالقه. وخلي بالك انت ما بتقدرش تشتغل وانت وكيل غير لو اللعيب بتاعك شغال كويس. فاهم قصدي؟ طبعا. لا عماد ساعتها في الليفلز كلها. يعني في النادي الاهلي ناشئين كان مقطع الدنيا، طلع الفيرست تيم قطع الدنيا، طلع المنتخب مصر مكسر الدنيا. اوريدي هو مساعدك ان انت تعرف تشتغل وتتكلم في اكبر انديه في العالم. احكي لنا حكايه متعب، لانه متعب ايقونه من وجهه نظري طبعا. انا، الجيل بتاعنا ده، لانه عماد طبعا اصغر مننا بشويه، ولكن عماد لعب معايا فتره النادي الاهلي كلها ومنتخب مصر كلها تقريبا. فبالتالي انا بالنسبه لي عماد متعب ده واحد من الناس اللي ده مره كنا بنلعب طنطا في الكاس اعتقد، او مهم يعني انا عملت اوفر كده، ايه اللي هو ايه يعني اوفر عادي، اللي هو ما يعني عايز اخلص من الكرة، عملت اوفر على اول ال 18 من بره جابها جون. فعماد كان من اللعيبه اللي تعرف تجيب جون ازاي كمان في اي وقت لغايه دلوقتي. خلي بالك انا مش لاقي حد شبهه حتى. مفيش مفيش حد جه لغايه دلوقتي زي عماد خالص. لا طبعا عماد كان من اي حته، ما انا بقول من اي حته في اي وقت. نزل دقيقه، نزل 10 دقايق، لعب 90 حكايته دقيقه. بس كانت حكايته فيها مشاكل كتير تيالي. لما سافر الاول في بلجيكا اعتقد عادي. لا بس هو راح السعوديه وتالق في السعوديه هو راح الاول السعوديه. لا راح بلجيكا الاول بعد كده السعوديه. انا ناسي قوي بس هو راح السعوديه الاول. لا راح السعوديه الاول. وبعد كده قصه بلجيكا. هو خلي بالك عماد ممكن ما يعترفش بالقصه دي، بس عماد بيحب النادي الاهلي قوي. وبعد كده الكومفورت زون بتاعه، يعني الحته اللي هو بيرتاح فيها. هو ما كانش واخد باله من الحته دي كويس. بس هو لما طلع بلجيكا انا شفت ده في عينيه. شفت ان هو لا انا مش عايز اكمل. الامور صعبه طبعا. يعني هو عماد اللي كان مش عايز يكمل. طبعا. هم كانوا عايزين، ده عملوا له كل حاجه في الدنيا. ده انا قعدت في اوضه، يعني اوضه تعذيب عشان اخلص الموضوع ده. لا والله. والله العظيم. ما دي الحاجات اللي عايز اسمعها. طبعا. ايه اوضه لا انا قعدت فيها لان هو ما قرر ان هو ينزل مصر. هو كان طالع في بريس كونفرنس خلاص وشال التي شيرت، وانا فاهم يعني خلاص الموضوع خلص. فانت تخيل بقى نادي كبير في بلجيكا مضى مع نجم منتخب مصر،
وعمل بريس كونفرنس وقال للجمهور بتاعه ان هو جاب سترايكر. آه. لا ومش جاب باك ولا بتاع، لا ده جاب وسترايكر سترايكر. معروف. اه فانت ازاي بقى هتعرف تطلع من هذا المأزق؟ انت لسه انت ماضي عقود خلاص. وهو قال لك متعب جه قال لك انا مش خب هكمل. بقول لك الله يرحمك يا حازم حديدي تاني. لا حازم كان معايا في نفس حازم السفريه دي، ده الله واحد يرحمه من ويحسن اهم اليه يا رب. وبرضه اجمل الناس. الله يرحمه. جميل الله يرحمه ويحسن اليه. هو كان معايا في السفريه دي طبعا. عارف من كتر لا يعني الحزن، هو من كتر ما انت متفاجئ بالقرار، انا جالنا كريز الضحك طبعا انا وحازم. انت وحازم الله يرحمه. طبعا يعني. لا ايه اللي حصل؟ لا يعني هو خبط الساعه متعب. واحدة بالليل عماد قال لك انا مش هكمل انا مسافر. والله العظيم زي ما بقول لك فجأة كده فجأة. من غير اي حاجه. هو كان بيفكر مع نفسه، هو قاعد بيتفرج على الماتشات وقاعد دخل البريس كونفرنس، بس هو دماغه مش فيه، فاهم؟ فانا دوري ان انا كنت احل المشكله. انت كان دور، لا انت ما انت دورك برضه ان انت تقنع اللعيب بتاعك. لا 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 ده لا ايه؟ هو لا لا وصلنا لا لا لمرحله. ده كابتن حسن شحاته كلمه في تليفون. انا كلمت كابتن حسن شحاته يوميها، وكان هو طبعا ابو الروحي فكلمه. ماجد سامي كان في اليرس، اخد العربيه بتاعته وراح لحازم. وجالي لغايه ستاندر عشان ساندر لياج، عشان لغايه لياج عشان يتكلم مع عماد، وقعد معاه واتكلم معاه. انا عملت كل التولز اللي ممكن تتخيلها. ولكن يا عماد طب ما فيش حتى بعد كده ما سالتوش ايه اللي حصل يا عماد؟ لا هو بقى ظهره وكده يعني كلها كانت امور اللي عايز حاجه بيعملها ما يعني. بيدلعش يعني. لا مش دلع، هو خلي بالك كان في سن معين وهو شايف ان الخطوه دي مش مناسبه له، اخد قرار غلط عايز يرجع فيه خلاص. وليه لكل حاجه. وخلي بالك هو ما يعني عماد لما رجع تألق برضه يعني طبعا في طبعا الاخر انا بس بتكلم ان هو تخيل انت كان عماد متعب كمل الله اعلم طبعا كان ممكن ما ينجحش، ولكن انا قصدي اقول لك انه نسبة نجاحه كانت اكبر طبعا كتير طبعا من نسبة طبعا فشله. طبعا. لان الدوري البلجيكي كان ينفع عماد جدا، لان كان ينفع الموضوع عماد سهل جدا بالنسبه لسترايكر زي عماد وفي سنه وفي خبرته. وانا شايف ان كانت فرصه كويسه، لكن هو ما كانش عايز يكمل. ما كانش عايز. لا ما كانت باينه. هي دي القصة. هي دي يعني طبعا في تفاصيل جوه، بس هي ملهاش دعوه، دي حاجات خصوصيه جدا. لا لكن مالناش دعوة بالتفاصيل لكن طبعا لكن عماد كان ينفع بره جدا. وعماد حطينا في حته اللي هو بتاعت القعده بتاعت الراجل بتاعت رئيس النادي ده. انت قعدت مع رئيس النادي وبعدين هو ما صدق، اعتقد ان دي من اصعب الحاجات في ما حياتك. صدقش ان انا بتكلم بقول له الراجل ماشي ما صدقش. هو حتى ما نزلش التمرين. لا نزل وبعد كده خلاص بقى مش هينزل. انا خلاص ماشي ده نازل مصر، الطياره بتاعتي نازل خلاص يعني وادي التذكره اهي وهنزل. لا يا راجل. طبعا حصل يعني. بس فانا كان عندي المهمه بتاعتي على راي حازم الله يرحمه، قال لي ربنا معاك بقى خش انت لرئيس النادي. رئيس النادي كانوا اتنين اخوات. اه وشال ربنا سبحانه وتعالى بقى ان انا بعد قصه عماد بسنتين ثلاثه اتنقل واشتغل مع ليرس واقعد مع الناس اللي هم ماسكين ساندر لياج ونتكلم. وقال لي انت كنت ماسك عماد متعب. ايوه انا كنت بقى شغال الناحيه الثانيه. فقال لي طبعا يعني دي اكتر حاجه دخلت عملت ايه مع الناس يا فندم؟ عملت اتكلمت معاهم لا ازاي؟ عملت كل حاجه اقدر اعملها عشان اطلع الولد سليم. طبعا. هو كنتوا ماضيين عقد وكل طبعا حاجه؟ طبعا ايوه واتدفع فلوس. يا نهار ابيض. عماد دفع فلوس. عماد دفع من جيبه. خدناه من النادي الاهلي بعد كده عشان يرجع النادي الاهلي. طبعا. لا ما انت بس عماد طبعا وحشني جدا، ده واحد بقالي كتير قوي ما شفتوش، وهو من احد اسباب ان انا اشتغلت وحبيت الشغلانه دي يعني. مين تاني من زي صفقات متعب كده؟ عمرو زكي برضه. عمرو زكي انت كلهم على فكره كده خلي بالك يعني كل صفقه هتلاقي فيها قصه يعني. طب ما احنا محتاجين نسمع القصص دي، لانه مثلا يعني عمرو زكي واحد من اهم وافضل المهاجمين في مصر طبعًا. وسيظل اسمه موجود طبعا طبعا. لكن هنا قبل ما اتكلم عن عمرو برضه يا نادر انا عايز اتكلم عن دماغ اللعيب المصري. هم كلهم زي بعض. هو انت على فكره مش كنت لعيب مصري برضه يعني مش بتقعد معاهم في الدريسنج روم بتقفل عليه؟ انتوا مش كنتوا بتقعدوا تتكلموا مع بعض؟ انا دلوقتي مش يعني الناس ايوه مش انت عارف الدماغ عامله ازاي، عارف، بس الناس عايزه تعرف. لا الموضوع صعب طبعا جدا. وخلي بالك هو الناس او المنتاليتي مش ده بيعملوها عن قصد، فاهم؟ ما حدش يرفض ان هو يقعد في انجلترا مثلا ويتالق، ما حدش بس الناس مش هو ما كانش متعود على كده يعني، ما اقدرش اديله اكسكيوز يعني، بس هو كان غير مؤهل انه يطلع. ايه اللي حصل مع عمرو زكي برضه؟
ما حصلش حاجه بقى تألق جامد وبقى لا لا، احكي لنا البدايه، الحكايه ازاي لا طلعته لا وازاي عمرو من رجعته. النوادر. عمرو طبعا زي ما انا كلمت يا عماد، هو دايما كان يقول لي انت بتحب عماد اكتر مني، فاهم؟ اه ده طبعا، عمرو على طول زكي. على طول، اه طبعا. اه فانا بحب عمرو جدا، وعمرو انا يعني برضو بشرف ليا ان انا اشتغلت معاه. طبعا. وكان خلي بالك عمرو من التايب الاوروبي البحت اللي كل الناس تكون عايزاه، عكس عماد. عماد كان صح. حظه سيء في التسويق. يعني عماد انا كان بالنسبه لي مهاجم انا احب مهاجم زي عماد اكتر ما بحب مهاجم زي عمرو، فاهم؟ هو اللي بيخطف ده. الحق يا عمرو بيقول ايوه، لا ايه. هو عارف اصلا هو اه فعمرو لا كان تايب اوروبي جدا، اه، اللي هو بتاع التارجت سترايكر، اللي هو اللي انجلترا بص، عايزاه او انجلترا اوروبا عايزه عايزاه. ده. اه انجلترا عايزه ده اه كويس. وهو ما خيبش ظن اي حد الصراحه، لا. الراجل طلع وكسر الدنيا، اول 10 كسر ماتشات 9 الدنيا. تجوان. اه طبعا، بس خلي بالك 26 سنه، طلع عندك 26 سنه، اوكي. وكده قبليها انت نجم، فاهم؟ نجم كبير قوي في مصر. برضو الشوك بتاعت ان محدش يعرفك، وبعد كده مره واحده الناس كلها تعرفك بره، وبعد كده النادي بتاعك ما يوافقش على انتقالك لواجن بفلوس كتيره. فهو عمرو كان نفسه صغير في قصير. الحته دي، اه اه، كويس. لكن عمرو عمرو كسر كان ده بيلعب في لغايه الزمالك دلوقتي. ساعتها. ستيف بروس بيتكلم عليه، بيقول لك شفتك يعني، اتكلم على الحته بتاعت ليفربول وقال لك ده وده حصل فعلا. عماد شفت عمرو طلع الماتش ده متاخر، وكان جاي متاخر، وانا حضرت الميتنج اللي هو كان بتاع ستيف بروس وعمرو في الاوضه. حصل ايه في الميتنج ده؟ قال هو له انت عمرو ده جاي بس نشرح متاخر ليه؟ للناس، لا نشرح للشباب اللي ما يعرفوش ايه اللي حصل. عمرو كان، احكي لنا انت يا هادي. عمرو دايما كان بيحب يتاخر يومين ثلاثه في مصر، ينزل ويطلع لا يومين اشرح ثلاثه لنا ايه متاخر. الموضوع، يعني هو كان في الزمالك وراح ويجن، ازاي ايوه الدنيا كان مشيت؟ هو كان بيلعب في نادي الزمالك ده، كانت واحنا كنا شغالين على منتخب مصر. خلي بالك ان انت في 2006 2008 طبعا 2010 العالم كله بيتكلم انت عن مصر. كوكيل انت احسن فترة ليك في انت حياتك. طبعا، لان انت كل الناس بتكلمك على اي حد بقى، مش مثلا اللعيبه بتاعتك بس. انت متالق 3 سنين، عامل شغل فيها في افريقيا جامد جدا، كل الناس عينيها على افريقيا، لان انت كسبت كل الناس اللي متالقه في الدوري الانجليزي، سواء صح. كان منتخب كوت ديفوار بعظمته بنجومه، سواء كاميرون بعظمته بنجومه. فانت عملت ضجه في اوروبا. فبالتالي من اول كابتن حضري لغايه السكند تيم بتاع المنتخب مصر اللي هو كان قاعد، كل الناس دي جالها عروض. في ناس اخذت العروض، في ناس لا. يعني انا فاكر وائل جمعه جاله عرض، احمد فتحي جاله، حضري جاله، حسني عبد ربه فضل يطلع دبي ما يطلعش انجلترا. كل الناس اللي كانت موجوده في المنتخب ده كانت مطلوبه، كله، امم ما فيش حد ما كانش مطلوب. ف فكانت مأموريتنا سهله. فعمرو طبيعي ان هو يخطف الانظار في منتخب متألق، لا، صح؟ وبعدين كان على وكابتن طول وتريكا طبعا وبركات، كل الناس دي كل الناس دي. ابو تريكة جاله عرض. طبعا ابو تريكه جاله منين؟ عرض. من انجلترا، بس مش فاكر النادي ايه، بس من ده انجلترا، لان حقيقي. تريكا طبعا طبعا طبعا، اصل ده لا كان يعني انت نجمك ده. حد معلش، اصله ده مهم جدا، حد كلمك قال لك انا اه يس عايز طبعا انا طبعا عايز عمرو زكي، انا طبعا. عايز، انا اسف ابو تريكة. ابو تريكه والله. طبعا. كل الجيل ده جاله، كل الجيل ده كان ما الناس تفتكرش بتكلم. نادي ايه؟ لا مش فاكر قوي، بس هو ممكن يفتكر نادي متهيألي. من الانديه اللي لا يعني. ده هو من الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي. انا دايما مش ما هتفرق تقعديش تقول لي صحيح بقى اول بيني 3 وبينك، انديه صح. ولا 4 انديه قبل صلاح. احنا ما كناش نحلم في الحته صح. دي يعني، لا ما كناش مع نحلم احترامي بحاجه من دي لميدو طبعا خالص. وتوتنهام وكده. لكن صلاح حطك في حته لكن تانية، ابو تريكة ومرموش سوري كمان. ومرموش طبعا. اتنين حطوك في لا حته. ما انا هجي لك في صلاح ومرموش، اه ولكن ابو تريكة جاله عرض من انجلترا اه طبعا طبعا. وما ما رفض فكرش بتاعي، فيه لا اساسا لا ما ولا رفضتش، رفض؟ لا ما فكرش فيه. اه انت اللي كنت جايبه له، او يعني ناس صدقني زي ما كلمتك بقول انت؟ لك كده، انت كان عندك 3 4 لعيبه مهمين في منتخب مصر، فاي وكيل في الدنيا بيكلمك انت، لان انت مسيطر على 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 الحته. المجموعه. اه. اه فكان بيجي لي حاجات وكنت بكلم اللعيبه، مش شرط ان انا اكون معاهم بس خلي بالك قاعده معاهم. جمهور الاهلي برضو يمكن ما يعرفش المعلومه دي قوي، لا 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 ان لا هو لا جاله لا لا عرض من تريكا جاله، انجلترا كل الناس دي جات لها، اه كله وقال لك جاله. هو فضل ان هو يكمل اه. في مصر. خلي بالك ان هو قعد يكمل لغايه اما ابتدى يفكر في حته بره شويه بتاعت لما هو طلع الامارات. هو طول عمره بيجي له عروض. طول عمره لا طبعا. بس عرض من انجلترا في التوقيت ده اه لا 2006 تريكا كان مطلوب على 2008. طول، والله. وعمرو مطلوب على طول. اه عمرو على فكره يعني دايما السيركل كان طلب عليه زياده كمان. ارجع لعمرو تاني، زمالك كلموك قالوا لك احنا عايزينه بعد بطولة ايه، 2008 2000 ولا لا 6؟ 6 6. قالوا 8 لك لا احنا 8 لا مش لا 6 فاكر 2007 راح 2007 قالوا لك احنا عايزين عمرو زكي في ويجن. ستيف اه بروس نفسه ولا كان انا شغال مع مع واز اللي هو الشريكي في انجلترا، اوكي. كلمني وكان بيجي على طول يتفرج. هو اللي مطلع طايم محمدي واحمد فتحي وكل الناس دي احنا مطلعينهم مع بعض. اوكي. فعمرو سي بروس جه في الفاينل اللي هو بتاع ام بي انا فاكر، وعمرو جاب جول فيه. جاب جون ولا جاب جول. جول اه فيه.
وكسبوا هم الكاس ساعتها، وكان ستيف موجود معانا في المدرجات. ياه. اه طبعا. وقعدنا خلصنا الميتنج ورحنا اتكلمنا مع نادي الزمالك، وخلي بالك ان الديل بتاعت عمرو برضو كانت ديل قويه، لان انت تاخد وكانت لعيب فلوس كتيره لون من غير اوبشن تو باي، يعني انت واخده بواحد ونص، لو حط 10 تجوان واحد يعني كده 2.5 مليون استرليني في اعاره لواحد عنده 26 سنه، واوبشن تو باي ما كانش موجود، ودي كانت غلطه. الاوبشن تو باي ان هو كان لازم يكون موجود، لان اما هم عرضوا 10 ولا 8 نادي الزمالك رفض. طيب، برضو عمرو في الاخر سافر من الزمالك او من مصر، اه راح ويجن. ستيف بروس قاعد يتفرج معاكم على الماتش، قرر ان هو يجيب عمرو زكي. اه وبعدين هو كان اوريدي مقرر، هو كان عاجبه جدا. والله اه مم. بقول لك لدرجه ان هو ما حطش اوبشن تو باي، يعني اوكي، ما عندوش مشكله بند ان هو الشراء ده ولا الشراء ما كانش موجود من كتر حبه في عمرو. والله. اه كان بيحبه جدا اه جدا. وعمرو كان لذيذ، كان برضو خلي بالك دمه عمرو خفيف جميل. فظيع يعني. شخصيه فاهم؟ جميله ففي بالمناسبه. حاجات تتعدى هناك وفي حاجات ما تتعداش، فهو كان لذيذ هو قعد يصبر عليه يصبر عليه لغايه اما لا كده مش هينفع. فاهم؟ لغايه لما نزل مصر. اه ما هو وبعدين انا بدل ما حاجه عمرو انا بحبه، مش قصدي حاجه يعني. عمرو مره طلعنا كان المفروض يسافر بالليل، كويس، فاحنا كان في شركه طيران معينه كده بتطلع الساعه 3 الصبح. تمام. فانا وصلت عمرو الساعه 1 بالليل المطار. حلو. حلو. دخلته لغايه جوه، راجع انا راجع على الطريق بقى، انا كنت ساكن في المعادي ساعتها، فراجع على الطريق من المطار، فلقيت عمرو بيكلمني: ايه يا عمرو؟ قال لي ما لحقتش الطياره. قلت له نعم. ده انا اللي ده موصلك. انا ده انا موصلك يا معلم. فالمهم لفيت ورجعت، كان هو مشي خلاص، فدخلت الخطوط سالته اه سالتهم، هو اللي طلع بينزل من الطياره، هو اللي نزل من طلع. الطياره. ايوه. فاهم؟ هو كان بيشتغل بالسليقه بتاعته، هو طبيعته كده بس. اه فكنت لازم انت تحل بس ده مش المشاكل دي صح. بقى، يعني صح ايه؟ ما فيش صح، هو في حاجه صح من اللي انا بقوله ده؟ ما فيش حاجه صح خالص. فاهم؟ بس ما اقدرش اقول ان ساعتها كانت حاجه بتنرفز جدا، بس دلوقتي كل ما برجع ورا يعني فاهم تضحك. بضحك طبعا جدا يعني. وبعد اه كده عمرو شخصيه جميله جدا جدا. اللحظه الحاسمه بقى في عمرو ان هو رجع من ويجن ايه؟ اعتقد ان هي كانت عدم سفر. خلاص، لا هو بالتالي رمى الفوطه، حتى ما طلعنا هال بعديها يعني، بس خلي انا عايز بالك. اسالك سؤال بس هنا. اه انا واحد جايب 9 اهداف اعتقد او 7 ايوه في 7 8 ماتشات. اه خلاص. وجايب منهم جون، العالم كله بيتكلم عنه ان هو يبقى مش عارف ايه ايوه بتاع واحسن جون في ليفربول. اه البتاع. يس. ايه اللي يخليني افكر او اقرر وانت كنت قريب جدا منه؟ الحياه صعبه هناك قوي برضه، خلي بالك. صعب. خلينا أنا مش هدافع عنه قوي، بس هو تاني كان عنده 26 سنه، التاقلم كان صعب جدا. انت اما تطلع تقعد في بلد جواها مختلف وناسها مختلفة والدنيا مختلفة، وبعد كده خلي بالك عشان توصل للبيك في الدوري الانجليزي صعب قوي تحافظ على البيك بتاعتك. يعني محمد صلاح بيعمل الاعجاز كويس، لان بيطلب منك مجهود رهيب مم. والتزام رهيب، والكومبيتيشن هناك رهيبه. فاهم؟ انت ممكن تعمل دي في نص موسم، ممكن تعملها في موسم، بس عشان يكون عندك استمراريه 4 5 مواسم على بعض. عمرو اعتقد ان هو نفسه اتقطع في السنه دي مع ويجن. امم فاهم؟ قال ان الشغل هيبقى كتير عليه، بيتهيألي ده والله. انا شايف كده. لا يعني ما قعدتش مره معاه في قعدت لحظه معاه كتير، لا في لحظه صفا. بنقعد مع بعض لحظه صفا كتير. طب ما قالكش؟ انا كنت قاعد معاه، قال لك كنت ايه؟ كنت قاعد في بيتنا مع عيالي، انا كنت قاعد مع عمرو في انجلترا. قال لك ايه بقى؟ ما كانش هو تاني بيتعلم بيتعامل بس انا باللي معلش، جواه. انت دلوقتي قلت لي عماد متعب، فبرضه انا ما فهمتش انت سبب. بتجايب 2 نجوم في اكبر ناديين في افريقيا، الجمهور شايلهم من الارض، شايلهم عنده 17 18 سنه. آه. فان انت تقنعهم ان هم يسيبوا الحته اللي فيها ناس كتيره والشهره وفلوس كويسه والبتاع، برضه. وهم هنا بياخدوا فلوس كويسه. على فكره عمرو في الزمالك ايام الزمالك كان بيدفع اكتر من الاهلي، وانت عارف الكلام ده، كنت لعيب في النادي الاهلي وعارف كويس قوي ان الزمالك كان بيدفع اكتر من الاهلي بكتير كتير، 3 اضعاف. فعمرو كان بياخد فلوس كويسه في نادي الزمالك. عمرو كان عنده هدايا بتجيله 24 ساعه من جمهور نادي الزمالك. ان انت تاخد التحدي ده وانت عندك 26 سنه، هو ما كانش قادر يكمل. حتى بقول لك لما رحنا هال سيتي بعديها، يعني احنا نزلنا من ويجن بعد كده جبت له ترايل في هال سيتي، هو ما قدرش يكمل. ما فاهم؟ قدرش. قال لك لا انا مش هقدر، خلاص قفلت. وساعتها انت ما عندكش ابر هاند قوي، يعني ما عندكش الحته بتاعت لازم تحل مشكله اللعيب بتاعك. ما ينفعش آه. ان انت تسيبه وتمشي، ما ينفعش ان انت تقول له لا انت كده غلطان. خلاص ما انت هو خدت غلطان قرار مع. غلطان، بس ما ينفعش بقى زي عماد انت غلطان طب هتسيبه وتمشي.
لا لازم تخلص. عمرو لما يكون هتسيبه تمشي لما يكون عنده مشكله مع المدرب بتاعه، ما انت لازم تحلها. لا احمد انا قعدت، اه يعني انا خدت اكسبيرينس كويسه جدا في الحته دي، طبعا لان طبعا انت الاثنين بتحل نجوم. مشاكل. اه وعلى فكره انا مبسوط، انا بحل مشاكل ما عنديش مشكله، ولان الناس دي تستاهل ان الواحد يعتني بيها. الناس طبعا دي تاني واحد من لولا ان انا اهم. اشتغلت مع عمرو واشتغلت مع عماد واشتغلت مع شاوي واشتغلت مع حسام غالي، ما كنتش هقعد معاك النهارده وهتكلم معاك. شوقي راح ورجع جميل برضه. ده. اه لا شوقي ده شخصيه محترمه ما جدا. الواحد بينقي دايما الشخصيات، خلي بالك انا انف قوي، عارف انت، مش بعرفش الحقيقه ما بعرفش. الاسماء اللي انت اصل انا كل دول اه بقى دول اخواتي. دول كلهم جوه زي الفل. اخواتي وقريبين مني جدا ولغايه دلوقتي خلي بالك يعني جوه احنا زي الحمد الفل لله الثلاثه علاقاتنا والاربعه كلهم. اسريه ومع مجموعه اللي بتتكلم عنهم معظمهم يعني اه كلهم. فعشان كده انا عارف الناس دي من جوه عامله ازاي. شوقي مختلف. اه شوقي بيحب يتعلم. شوقي دايما بيحب يتعلم. انا فاكر احنا كنا في كاس عالم، رجعنا من اليابان اعتقد على هو سافر انجلترا ايوه. بتهيألي. ولا كان المصري الاول وبعدين مش لا لا فاكر. لا هو سافر بعد ماتش في هقول محمد لك انا في شوقي طبعا. افريقيا. لا ماتش في افريقيا راحوا بتوع ميدلسبرو بصوا عليه، اوكي. وكان المفروض ياخدوا عماد وشوقي. عماد اخدوا متعب. شوقي بس اه اخدوا شوقي لان اختاروا الاهلي كان شوقي. رافض ان عماد يطلع في ميدلسبرو. اه يعني انا النادي فاكر. الاهلي نفسه كان رافض. اوكي. واخدوا شوقي اه بالعافيه. يعني كان اخر يوم 31/8 في اخر يوم في القيد. انا فاكر وايه كويس. اللي حصل ساعتها؟ طيب ما هو شوقي واحد من اهم وافضل شوقي كويس جدا. شوقي بس خلي ما بالك قعدش برضو البيس قعد سنه. سنتين ثلاثه بتهيألي. سنه وشويه. لا سنتين. والله. سنتين بقى كده راح تركيا بتهيألي، سنتين اه التالتة راح تركيا. اه بتهيألي او ثلاثه وراح التالتة يعني بعديها. انت شايف ان تجربه شوقي تجربه ناجحه؟ اي حد يركب الطياره ويطلع بره ويلعب في الدوري الانجليزي تجربه ناجحه للعيب الكوره. هو استمر فيها او ما استمرش فيها دي على حسب هو اللي في الملعب بيعمل ايه. مم. لكن اكيد كل واحد في لمس الملاعب الانجليزيه او تعامل مع منظومه الكوره في انجلترا، استفاد استفاده والله رهيبه. احنا طبعا. بقى غلطتنا ان احنا ما بنستفدش من الناس اللي هي بتطلع تتفرج على، يعني دول اول ما يطلعوا يرجعوا تعصرهم. انت شفت ايه، عملت ايه، اللي بيحصل ده لو انت عايز تتقدم. فاهم؟ لكن طبعا في استفاده في الحياه نفسها. حتى شوقي اعتقد ان شوقي اكتر واحد استفاد في قصه انجلترا، مم. ان هو اتعلم كتير. مم. فاهم؟ وانا شفته دايما بيبقى اندبندنت، يعني هو كان دايما مسؤول عن نفسه، ما بيطلبش، ما بيقعدش يتكلم كتير في التليفون، ما يكلمنيش مثلا من انجلترا 50 مره عشان مثلا النت فاصل. فاهم؟ يعني مين اللي كان بيعمل معاك يا كده؟ عمرو طبعا، يا نهار ابيض، عمرو عمرو زكي. لما يجي يطلب برجر كان بيكلم التليفون. اه والله العظيم. والله. اه طبعا انا فاكر الموضوع ده. لا عشان تقول يعني عشان اطلب لي تكلم ولا والله هو تترجم يعني. بيكسل بقى عمرو فاهم؟ انا اه قاعد في بيتنا في المعادي وهو في ويجن والراجل اللي على بعد مثلا 300 متر، فاهم؟ انا اللي اكلم الراجل عشان يبعت له الحاجه. واللغه كانت عامل صعب بالنسبه لعمرو برضو تهيألي انا والمتعب انا ما كنتش وكلهم. شايف كده، لان معظم الناس اللي كانوا موجودين في ويجن ما كانوش بيتكلموا انجليزي، الناس اللي جايه من بره. ما بيتكلموا ايه؟ عربي. بيتكلموا لغتهم اللي هي اسباني بتاع، يعني ما كانش اه عمرو بس اللي ما عرفش يتكلم انجليزي. اوكي. خالص يعني. عشان بس ابقى واضح، يعني رونالدو لما طلع ما كانش انجلترا ما بيعرف كانش عارف يتكلم يتكلم انجليزي انجليزي. هي مع الممارسه اللغة بتعدي. مهمة، بس مش لغة الكورة أهم اه بكتير. لكن عمرو كان من اصعب المحترفين اللي انت وديته في التعامل معاه يعني. لا مش من عمرو ما اصعب. كان ماشي متعب بس ما كنت مستمتع مع عمرو. والله. طبعا. طبعا كنت مستمتع مع عمرو جدا، حابب مشاكله بقصصه، كنت طبعا مستمتع. كل دي خبرات خلي بالك انا خدتها. خدت خبرات انا كتيره خدت جدا. خبرات كتير، انا قعدت على الترابيزه في انجلترا عشان الناس دي. اما تيجي تقعد خلي بالك مش اي حد يقدر يقعد على الترابيزه ويتفاوض في انجلترا وانت مصري. فاهم قصدي؟ مم. فدي انا دايما كنت بصمم على حاجه زي كده. مم. انت عندك هنا ممكن يكون وكلاء بيروحوا هناك بس الراجل الاجنبي هو اللي بيتكلم، مم. المصري ما بيتكلمش. مم. فاهم قصدي؟ لا انا كنت بحب اقعد عشان اخد الخبرات وازاي اعرف اتفاوض. وبعد كده في العقد لما تيجي انت خلي بالك انت جاي من مصر، عملت عقد ويليام من ساعه مثلا، تمام؟ روح لانجلترا تعمل عقد عمر. فانت فاهم الفرق ما بين العقود وفاهم المينتاليتي وفاهم الترابيزه كل ده كان لازم اعرفه كويس. اوكي. فدي بالنسبه لي انا كان تمرين ليا جامد يعني. مش بقول انا مين كان اتمرنت اول فيهم، بس بقول ان انا اتعلمت كتير من مين كان اول حد طلع معاك؟ عمرو لوحدي. شوقي كان قبل عمرو. شوقي فتحي محمد كان قبل شوقي. عمرو مع اسمهم ايه دول، شيفيلد. شيفيلد كان يونايتد. شيفيلد. أها. كان فتحي ما كنتش انفولفد قوي، كنت من بعيد. احمد فتحي. احمد فتحي، كابتن احمد فتحي. احمد فتحي برضه ما لعبش كتير. راح هناك ما لعبش كتير. وبعد كده راح تاني بتجربه تانية بس مش معايا في هال سيتي. اوكي. ومحمدي، يا نهار محمدي ابيض. طبعا.
فمحمدي ده اصلا بقى قصه ثانيه. المحمدي ده قصه لوحده. محمدي برضو من الناس، خلي بالك، شفت بقى الفرق ما بين كل دول؟ المحمدي الوحيد اللي ما كانش تبع منظومه جماهيريه، مظبوط. هو الوحيد اللي هو كان واضح انه صح. وخلي بالك المحمدي برضو قصته قصه، لان محمدي اما انا كنت مع عمرو في ويجن كان هو طالع عن طريق ايجنت تاني في بلاك بيرن يعمل ترايل، وكان ترايل في شهر 2 أو 3، فبقول له يا ابني انت جاي تعمل ايه هنا في شهر 3؟ قال لي ترايل. قلت له ما فيش حد بيعمل ترايل شهر 3. وده كان عمرو واقف. فبعد ما راح ورجع وما خدوش في بلاك بيرن، عملنا احنا مضينا مع المحمدي وطلعناها ساندرلاند على ترايل في الاول، وبعد كده راح ماضي معاه ستيف روس، وبعد كده ابتدت رحله المحمدي في انجلترا لمده بتالي 10 سنين. اه اتجوز وخلف عمرو المحمدي ما رجعش لغايه دلوقتي. واخد الشيب بتاع بيكهام آه. بس وحاطط فتمام. طريقه كلام اختلفت دلوقتي وطريقه مختلفه وعامل كده وبتاع فتمام. انا متنشن على مبسوط. طول. ليه الواحد اما بتاخد انسان من حته لحته، طبعا ببركه ربنا سبحانه وتعالى الدنيا اختلفت ديفنتلي اكيد مع محمدي 180 درجه. اوكي. النهارده كان بيلعب في ام بي مثلا، كان هيلعب فين؟ في الزمالك، في الاهلي. دلوقتي بص عامل ازاي، استون فيلا وساندرلاند وهال، وعنده تاريخ. بس وهو خلي بالك احمد بيحترموه برضو جدا في انجلترا، خلي بالك. طبعا، ولكن جدا. فاهم؟ وكمل ما عملش مشكله، ما فيش ولا مشكله محمدي عملها لغايه كويس دلوقتي. جدا. خلينا نتكلم عن النقطه دي لانها نقطه مهمه. اتفضل. هنا اللعيب اللي بيلعب بدون جماهيريه، لكن يس. واحد زي المحمدي اه لو لم يلعب في منتخب بلاش لو لا يلعب في ايوه، منتخب مصر، انا كنت باخد بتوع منتخب مصر. لا لو مثلا اللعيب نفسه طالما ما بيلعبش في نادي جماهيري اه بتفرق انا وجهة نظري طبعا بتفرق معاه كتير. طبعا. يا نهار لانه ابيض. المحمدي دلوقتي يزعلش مني يعني، او هو ما يزعلش مني لما ينزل مصر دلوقتي، يعني غير لما عمرو زكي ينزل. هيزعل منك، انت حر. لا مش يعني مش قصدي يزعل طبعا ان المحمدي اخويا، لكن اقصد ان هو انا بتكلم في هنا في طبعاً، قضيه ده عامه من زمان مش على قضيه فكرة. من المحمدي. زمان. لكن المحمدي لو نزل دلوقتي طبعا الناس عارفاه وكل حاجه، ولكن شوف عمرو مثلا مختفي بقاله 10 سنين، أيوة. 7 سنين، 8 رصيد. سنين. رصيد. لو عمرو جه في اي وقت ومشي في الشارع والمحمدي مشي في الشارع، وده عامل نجاحات كبيره جدا المحمدي في انجلترا، وعمرو ما عملش النجاحات دي، لكن الفرق هيبقى كبير. ايوه. ده مش مش قصدي حاجة، بإيدينا، يعني أنا دي حاجة بتكلم مش بايدينا دي. اه يعني دايما حتى خلي بالك لما كنت دايما يمكن ده يكون بدافع سبب نجاح. دايما طبعا. بس دايما انا كنت بواجه في الحته دي بقى، وانا بطلع اللعيبه من الانديه الجماهيريه. انا كنت، انت مش متخيل طبعا السوشيال ميديا ما كانتش عامله زي لا كده ما كانتش زي دلوقتي. دلوقتي خالص. لكن انا كنت في الشوارع، انا كنت يعني فاهم، الناس كانت بتروقني يعني. اه يعني يا كابتن عماد انت هتاخده ليه؟ فاهم؟ الجمهور الاهلي كان مش فاهم بقى. اه عمرو جمهور الزمالك ما كانش فاهم. فانت كنت بتواجه مشكله ان انت بتاخد اللعيبه تطلعها بره، وبتواجه الجمهور هنا. اوكي. فعمرو ده ما كنتش بقى ما حصلش المحمدي مع ما محمدي، ما حصلش. مم. فاهم؟ ما حصلش مع محمد. مم. لكن وما اقدرش اعتب عليهم قوي. خلي بالك اللي اداره النادي هي اللي تخلي الواحد يرجع او ما يرجعش، تساعده. فاهم قصدي؟ يعني انت النهارده ما طلعت مثلا لتسيب نادي الزمالك او النادي الاهلي، سيبه بقى بره، ما تجيبوش تاني، ما تكلموش، اقفل. مش عايز ارجعه تاني لكن يعني انت تقصد. كل شويه هتفتح الباب، ما هو هيحن، لان هو عايز يحن للتيشيرت، كده وعايز كده يحن عايز يحن. للدخله بتاعت النادي، وعايز يحن للزازه والسهر فاهم قصدي؟ فطبيعي. لكن كل ما النادي اللذاذه ها. اه طبعا يحن لذاذه. ليه اللذاذه. ما دي لذاذه دي أوكي. طبعا انت طبعا يعني. مش حاجه تانية يعني اقصد. بس كنت انا سمعتها حاجه تانية. لا لذاذه فهي لا. اللذاذه عشان برضو ما تروحش لا لا. طيب مين اسمع من- اللفظ كويس لو سمحت. مهم انا مش مهم انا اسمعه. هم يسمعوا صح الناس عندك تسمعه حق كويس. عندك حق. طيب بس انت عصرت اللعيبه دي كلها. طبعا انا يعني انت عشان كنت كده موجود في الصوره دي من زمان. انا فاكر طبعاً، عماد كان دايما انت معاه التليفون، وكان دايما طبعا بيبقى طبعا. انا لا وعماد خلي بالك من المقربين مني جدا. كنت من دايما بتكلموا مع بعض، المقربين. انا عارف. اه أنا لانه فاكر. عماد انا بحبه جدا. اه واحمد فتحي وشوقي طبعا، شوقي لغايه دلوقتي بنتكلم، واحمد طبعا شاور كلهم، ربنا يكرمه وحتى طبعاً. عمرو زكي. انا ببقى مبسوط لما بشوف عمرو زكي دلوقتي في انا التلفزيون انبسطت أوي ما بيطمنا شفته. على نفسه، وما بنشوف الجيل ده مرتبط الحمد لله جيل خطير. باذهان الناس خطير، بطريقه خطير. لطيفه جدا. جيل خطير. انا بحسد نفسي ان انا اصلا كنت بشتغل مع الناس دي. مين اصعب واحد في دول يا نادر؟ يعني انت اتكلمت دلوقتي، يعني ابو تريكه نجم كبير وبركات نجم كبير، بس انت دلوقتي قلت لنا انه ابو تريكه جاله عرض احتراف. الحضري برضه نجم ايوه كبير. طبعا. حضري جاله حاجات طبعا، على طول كان بيجي له حاجات. على طول ها. اه وبعدين بس
اصعب عقليه. في حاجات بتتقال، في حاجات ما بتتقالش. اصعب عقليه. لكن بص اقول لك حاجه، انا ارتحت في التعامل مع الناس اللي قلت لك عليها. اه عماد، عمرو، شوقي، محمدي، حسام طبعا. في ناس انا هحكي ارتحت. لو طبعا في حسام غالي، لان حسام قصه لوحده برضه. في ناس حسام ده برتاح معاها. انا بحس ان هو ظلم نفسه او دماغه، ما هو برضه عمرو نفس الكلام ومتعب نفس الكلام. طيب هي يبقى منتاليتي مصريه بقى، فاحنا بقى دلوقتي بعد صلاح ومرموش، خلي الامور بالك الدنيا اختلفت. اختلفت طبعا جامد. طبعا جامد. كل طبعا. الناس دلوقتي عايزه تبقى تطلع عيالها بره، وكل الناس بتعمل المستحيل عشان اللعيبه حقيقي اولادها يلعبوا كوره. لا، الصوره اختلفت خالص. الدنيا اختلفت وبعد كده تمام. خلي بالك ان السوشيال ميديا الحاجات الكوميونيكيشن اللي موجوده اصبحت دلوقتي اسهل والتطور بتاع يا عم انت تخليك خلاص بقى تقعد انت مش حاسس ان في انت قاعد ثانيه في. الفيديو كول او بالظبط. البتاع تجيب عمرو كنا بنطلع السطح ونحط الكابل عشان يتفرج، يا نهار ابيض دي كانت مأساة دي. احكي لنا. طب ما دي لطيفه وننزل الحاجات دي وننزل نروح الحي العربي نقعد هناك، كانت عشان قصه. تستمتع بال طبعا بالتلفزيون. بس كنا بنقعد نعمل كده. خلي بالك يعني بتطلعوا كانش فوق سهل السطح تعملوا ايه؟ عشان اللي هي الكيبل. الكيبل. اه طبعا. وبعد كده خلي بالك هناك في رولز في انجلترا، فانت ما ينفعش تركب كيبل في حته معينه. واحنا ما فطبعا عندناش ولا الكلام ده. الهوا احنا بنعمل اي حاجه. اه ما حدش بيحط في دماغه الكلام ده ولا عندنا. الهوا طبعا. تطلع السطح وتحط الكابل كنا عادي بنعمل كده وفي الجنينه وفي بتاع طبعا. والله كنا بنعمل حاجات كتيره ما كانش جدا. حد بيجي يتكلم معاكم. لا، ما احنا كنت بتعامل عشان كده بقول لك انا قعدت مع عمرو اكتر ما قعدت مع عيالي، والله العظيم في السنه دي انا قعدت في انجلترا اكتر ما قعدت في اه البيت. دي حقيقه يعني. مين من المجموعه دي الاصعب من وجهه نظرك في التعامل يعني؟ والله بعد ما شفت الاجيال اللي بعد كده دول زي الفل. والله العظيم دول نسمه. لا لا طبعا رجاله على الاقل. آه. رجاله جيل رجاله. قصدك ايه؟ لا، رجاله يعني مش متدلعين. ايوه فاهم قصدي؟ يعني في المسؤوليه بيبقوا رجاله. والله. طبعا. وفي مواقف لا، في ظهر اصحابهم على طول. طب عشان ما اروحش لسه للجيل اللي جاي، لكن حسام غالي لا برضو. حسام، لا كل الناس دي. لا حسام برضو احكي لنا ايه اللي حصل ايامها في ايه بقى، انا كنتش موجود معاه في توتنهام. انا عرفت حسام في الماتش بعد الودي. توتنهام. بعد توتنهام انا عرفت بقى حسام في الماتش الودي بتاع 3-1 اللي اتعمل في انجلترا في ويمبلي. اوكي. منتخب آه مصر ومنتخب انجلترا. اه انا فاكر كويس اليوم ده، لان اوكي. حسام كان هناك وقال لي عايزين نقعد نتكلم مع بعض، واتكلمنا مع بعض. والله ما فيش، اتكلمنا مع بعض ربع ساعه. اوكي بعديها باسبوع ولا حاجه جت قصه المنشطات، فابتدينا نشتغل مع بعض. فانا حسام غالي اشتغلنا مع بعض في الحته بتاعت من اول الحته بعد من بعد انجلترا. توتنهام وهو في كان رجع حته مصر. النصر بقى، ما كان في الماتش الودي ده كان في النصر. كان هو في النصر كان في كان النصر خلاص. السعودي. يس اه بس انا كنت دايما بشوف حسام بقى، كان نفسي دايما بتطلع ان انا اشتغل مع حسام غالي. والله. طبعا. بس انت حسام من الموديلات اللي يعني أو انا كنت شايف ساعتها صعب. حسام ونادر شوقي موديل رائع لتعاون والله. حلو قوي ما بينكم. طبعا. وبعدين فجأة حتى بعد ما حسام بطل يعني انت كنت من المساندين مثلا في موضوع الجونة. طبعا. لان انت كنت مسؤول عن الجونة. طبعا. ف حسام كان اضافه كويسه وخدت جدا. حسام طبعا. واتعلم طبعا. وكل حاجة، لكن فجأة انفصال. والله بص انفصال في الشغل يعني. انفصال في الشغل. وانا بقالي كتير ما اعرفش حاجه عن حسام برضه بس طبعا. ومن خلالك انت طبعا وحشنا جدا، وبتمنى له كل شخصية التوفيق. محترمة جدا طبعا ويعني حسام من من الناس احسن الناس. اللي برضه شرف لي، انا اشتغلت معاه كتير. وحسام صعب جدا بس حسام سهل جدا. الاتنين مع بعض. فاهم؟ هي شعرايه بتفصل حسام. حلوة الفزورة. سهل قوي، بس اما في حاجات صغيره قوي ممكن يقف عليها يبوظ كل حاجه. او يبقى. وعلى فكره احنا فينا كتير من بعض انا وهو. اوكي. كتير جدا في الدماغ اللي هي كده دي. وحسام انا كنت شايفه ان هو هيبقى اداري كويس جدا، مش مدرب. واحنا فاكر لما كنا في الجونه كنا بنتكلم، خلي بالك هو لسه مبطل فمش عارف ده ما انهي لحقش كارير. يبطل يعني كان ده لسه بطل على طول وخدته. على طول رحت واخده في الجونه، قلت له لان خلي بالك هو كان مرتاح. الحته بتاعت الاعتزال بتاعته كان متطلب ان هو ياخد قرار في اللي جاي بعد كده، هل هو اعلام، هل هو تدريب، هل هو اداره. فانا كنت شايف حسام في الاداره اكتر، وكل الناس كانت شايفه حسام في الاداره اكتر. فاهم؟ وجي واشتغل معانا طبعا. وجي واشتغل ببلاش على فكره 6 شهور. اول 6 شهور اشتغل بولا مليم. ما اشتغل والله. والله العظيم ما خدش ولا مليم. ودي شهاده حق يعني. اوكي. واضافه حسام اضافه لاي مكان يكون فيه. امال ايه اللي حصل؟
ما حصلش حاجه، قعدنا سنه وبعد كده بعد ما خالد بشاره الله يرحمه توفى احنا مشينا، كلنا مشينا على فكره. اه يعني انا مشيت وحسام مشي وكلنا هم الناس اللي كانوا لا بعدينا. كان في انفصال بينك وبين حسام. لا انفصال في وجهات النظر ممكن، مم. ممكن في وجهات، بس مش من الجونه، بعد الجونه. بعد الجون ما انا طبعا بقول لك اعتقد ان هو في وجهات نظر معينه، ودي طبعا ما اقدرش ان انا اتكلم فيها لان اه انا بحترم حسام وبقدره جدا. اه فالحاجه اللي بيني وما بينه طبعا. مش حسام للناس. وانا مش هسألك في ايوه النبي ما بالنسبة لي. تسالنيش الحاجات اه دي بالذات على حسام يعني. لكن حسام من وجهة نظرك لما طلب ان هو يكون في مجلس إدارة النادي الأهلي. هتخش انت في الغريق انت صح؟ لا مش غريب، ده انا بسأل الناس كلها على فكرة السؤال طيب ده لانه اسالني. مهم على فكرة. ان انت واحد من الناس اللي اتعاملت مع حسام، انت مش شايف حسام. انا واحد، انا بقول لك اهو حسام، انا انا واحد من الناس شايف خروج حسام غالي، نجم كبير الناس كلها بتحبه، ويطلع يتكلم بهذه الكيفية وبهذا الشكل على اللي بيحصل في مجلس إدارة النادي الأهلي او في الفرقة او في كذا او في كذا او في كذا، انا شايفه غلط. هل ده معناه ان انا ما بحبش حسام؟ انا لا بحب طبعا. حسام جدا، لكن انا بقول ان في حاجه او موقف غلط هقول لك حاجه، اتاخد عليه. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ هقول لك حاجه بس اسمعني لغايه الاخر. اتفضل. ممكن الانسان يقول راي يصيب فيه او يخطئ، كويس، طبعا بس اما تصيب او تخطئ وبعد كده اللي انت بتقوله ينتشر بطريقه بسرعه جدا وينتشر بطريقه تبين ان حسام فاهم قصدي مش باقي على حاجه او ان حسام ما يهموش حد، خلي بالك ده شغل عالي يعني، شغل عارف اللي قصدك هو. لجان طبعا الكترونيه. طبعا بص انت مهما عملت انت ممكن اقعد انا بس وانت هو قاله نتكلم. ببقه، فاهم مش حد اللي قاله له. فاهم انا على فكره انا بقول ان هو قال رايه، ده رايه حلو صح. جدا، ما هل حدش صح بيختلف. غلط انا احطه في الحته بتاعت ما كانش وقته، يعني بالظبط كده. يعني انا شايف كده ما كانش وقته. وبعد كده حسام ربنا سبحانه وتعالى مديله كاريزما من زمان ان هو يبقى رئيس نادي الاهلي، ما كانش وقت الحته دي دلوقتي قبل ده، او ممكن يكون هو زهق وعايز يخلص. فاهم برضو خلي بالك ان هو خلص حسام ما عندوش نفس طويل قوي في الاداره. قبل الدوره او قبل ممكن الدوره ما يكون تنتهي ممكن يكون بشهر عايز يعمل شهرين. كده، وممكن خلي بالك ربنا كاتب كده عشان ناس تانية تبقى في حته تانية. خلي بالك ما هو مواقف حسام فتح ابواب لناس كتيره قوي قوي، قصدك كابتن سيد؟ ناس كتيره بقى وخلاص بقى انت هتقعد لا طبعا. لا لا انا بسال عشان طبعا هو حسام لو كان موجود في الحته بتاعته من غير ما يكلم كانش في حاجه خالص. هل خلي كان بالك في خلي اختلاف؟ بالك انا بحب كابتن سيد، انا بقول لك لا بس طبعا ربنا بعيدا سبحانه انه وتعالى الحب ليه ده موجود. حكم. كابتن سيد كان بعيد قوي دخل في الصوره لان حسام عمل حاجه معينه ممكن تكون ما خدتش القبول عند ناس كتيره من المجتمع الاهلاوي، لكن هيبقى حسام غالي صريح كويس. هل الصراحه دي خلي بالك الصراحه مطلوبه، لكن التوقيت هو مهم قوي وخلي بالك الاداره سياسه برضو، فانت لازم برضو يبقى عندك جزء ده من يعني السياسه. طبعا ده طبعا 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 الإدارة سياسة. طبعا بس ممكن وانت يكون. ممكن زي ما انت بتقول يا نادر، انت كلنا احنا كنا انا حتى قعدت مع حسام واحنا مرة في النادي، قلت له يا حسام، انا كنت حسام كان مرشح ساعتها اعتقد مدير كرة في الاهلي او حاجة كده مم. بعد تجربة الجونة يعني. قلت له يا حسام انا شايفك في حتة تانية، مش مدير عشان كورة. ف انا عشان كده بقول لك انه حسام كلنا كنا شايفينه كرئيس للنادي طبعا الاهلي. طبعا. بعد اللي عمله ده او مم. بعد اللي اتعمل الامور اختلفت. عايز اقول لك حاجه. لانه خلي بالك الكابتن خطيب برضه، وهتكلم معاك في الكابتن خطيب لان تعاملاته الكابتن خطيب صعبه جدا في الشغل، واهم حاجه انا ما بالنسبه اتعاملتش مع له. كابتن خطيب قبل كده. يا راجل انا اللي مش اتعاملت دعوه معاه. والله. صعبه جدا في الشغل يعني، وبيحب النادي الاهلي جدا فبيعمل كل اه حاجه تخص، دي ومن حقيقه. وجهه نظره في الاخر لان هو رب البيت الاهلاوي. ف... فكونه يحصل اللي حصل مع حسام ده اعتقد برضو. بص هقول لك حاجه، كابتن خطيب تدرج. كابتن خطيب ابتدى من تحت لفوق لوحده كده كذا اوكي كذا، وشرحه قبل كده كابتن صالح سليم وشرحه قبل كده كذا. حسام ما عداش على الحته دي. حسام انا حاولت ادخله في الحته دي في الجونه بس برضو ده النادي بس هو الاهلي عضو غير. مجلس اداره، فاهمك. هيترشح فين؟ ما هو لا عضو مش مجلس قصدي حاجه، اداره. بس قصدي كان الترتيب الطبيعي لحسام غالي ان هو يبتدي ده انا بتكلم عامه ماليش دعوه باللي حصل طبعا ايه. طبعا. مدير كوره بعد كده كذا بعد كده سوري بعد كده في مجلس اداره. اوكي حسام خلي بالك رايه دماغه ناشفه شويتين. وحسام يعني آه، اعتقد ان خلي بالك ان البروجرام ده كمان مش كانش لايف يعني ما كانش متذاع على هوا يعني. فاهم قصدي؟ فانت لو كنت عايز تشيل حاجه منه كنت هتشيل.
انت ما حاولتش اصلا تشيل. فانا شايف ان حسام بمعرفتي بشخصيته ان هو ما كانش عايز يكمل في الحته دي. ما كانش عايز لا وجهة هو نظر. كان قال الكلمتين ومشي خلاص. ده وجهه نظري. وفي لان نفس انت اما تيجي تعمل حاجه، اما اجي النهارده اعمل حاجه معاك مثلا، تمام، واركب العربيه وبعد كده اقعد ساعتين اقول ايه ده اللي انا قلته ده، طب يا اسلام ممكن بعد ممكن اذنك تقول لي كذا 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 كذا. كذا كذا. فاهم قصدي؟ صح. بتحصل. اه كويس. هو بتحصل ما طبعا. عملش كده، هو راح سامع. فاهم لقيت الجوبه خلاص، هو مش عايز حاجه. اه مين اللي هو يعني اعتقد ان كل الاطراف خسرت. كل الاطراف اه خسرت. اه ده رايي يعني. ولكنه فتح المجال لناس تيجي من بعيد. انت كان هنا طبعا قصدك طبعا، ده على ربنا سبحانه كابتن وتعالى، سيد. طبعا 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 طبعا، ودي حاجه على فكره بس تحسب كابتن لكابتن سيد سيد. واحد من اهم الاداريين، واللي برضو الناس كلها كانت شايفه ان هو يكون له دور في الفتره اللي جايه. طبعا موجود. بس هل قبل قصه حسام كان هيحصل كده؟ الله أعلم. بسألك انا سؤال بقى، انت مش عمال تسأل، اه عمال تسأل وتزنق وتسأل اه وتزنق. طيب اه بسألك انا سؤال، لو ايه. حسام غالي ما كانش طلع قال الكلمتين دول كان هيحصل ايه؟ لا انا ما اعرفش دماغ كابتن خطيب كان بيفكر ازاي. لا ولا والله ما انا اعرف. ولا انا اه بتكلم في المنظور العام. مم. خلي بالك ان القصه دي قللت اسهم حسام. كويس. لكن انا ما اقدرش الومه، ده شخصيته يا جماعه، هو شخصيته كده مش عايز خلاص، هو مش عايز يبقى يسايس. هاخدك بس هو لمنطقه. ده لا ينقصه ان هو راجل، يعني انا بحبه لا جدا لا على ملهاش المستوى علاقه الشخصي طبعا، احنا بنتكلم على موقف وتاريخه كبير اتعمل واثر فيه اه طبعا، تهيألي وبرضه بشكل. بيحب يتعلم، خلي بيقرا كتير برضه. نادر برضو حسام مر بظرف صعب جدا، موضوع المنشطات. اه واعتقد ان دي كانت بدايه برضو، او مش بدايه، كان تقارب كبير جدا بينك وبينه. و... والمعمل ده حصل فيه قصص بتاع قفش تونس ايه قفش اللي حصل بقى؟ احكي لنا القصه قفش. دي برضو مهم. اول حاجه كان في دكتور شاطر قوي اسمه دكتور طارق. دكتور طارق ده هو النيم اوف ذا جيم، عارفه؟ ما هو ده دايما لما تيجي تاخد كيس او تاخد قضيه، هات الناس اللي فاهمه. يعني ايه فاهمه؟ يعني يكون واحد فاهمان في شغلانته. دكتور طارق ده دكتور معامل، راجل عظيم يعني، العظمه لله، بس راجل فاهم قوي وبيحب الشغل قوي. فهو اللي تقدر تمشي وراه ازاي تعرف فين الخطأ اللي ممكن تطلع منه حسام. طب كويس. ممكن تشرح لنا بس بسرعه ايه اللي حصل عشان اللي حصل الشباب ان اللي ما حسام يعرفش؟ اللي حصل ان حسام منشطات بعد ماتش الهلال والنصر كلمني، طلعنا ماليزيا عشان نعمل كان بقى في طبعا عينه ايه وعينه بي، وخدنا نص العينه بي فتحناها هناك في ماليزيا، ونص العينه بي فتحناها بعتناها معمل في المانيا، وشككنا في الاجراءات الاول، وبعد كده في الماده نفسها بتاعت حسام، لانها طلعت من جوه الجسم مش من بره الجسم، والجهاز اللي بيطلع النقطة دي ما كانش موجود في معمل ماليزيا، فبالتالي كتر خيره الدكتور طارق عمل هايلايت ان الجهاز ده مش موجود، فدخلنا بقى معمل ماليزيا خلصنا عليه. قفل قفلناه. والله. اه طبعا. عشان كده دايما وانت شغال او انت في مشكلة تجيب ناس فاهمة تمسك لك المشكلة اوكي. بس. فحسام غالي، وخلي بالك دي زادتني خبرة جامد جدا، لان انا بعد كده مسكت قضية محمد نور. محمد نور برضو منشطات في السعودية وبرأناه في السعودية. اللجنه المنشطات بتاعت السعوديه هي اللي عملت استئناف في الوضع في الكاس، سوري، فاهم؟ يعني هي اللي استأنفت، مش مثلا بره اللي هم اللي استأنفوا زي الكيس بتاعت رمضان. لا، ده الناس بتوع السعوديه قال لك لا مفيش حاجه اسمها براءه، تعالى نستأنف. فمحمد نور رفض ان هو يطلع بره. بقول لك الخبرات الواحد اخدها. بقول لك بس حسام كمان ضاف لي ايه، يعني كان في مصيبه بس طلعنا منها ان هو الحمد لله بس حسام طلع منها. كلير في الوقت ده، طلع كلير. طبعا كلير طبعا. آه. ما هو طلعت من جوه، مش يعني هو خلاص. حسام كان ممكن يعمل كل حاجه بقى، ايه في المعمل ماليزيا قفلناه، كنا ممكن نخش على لجنه المنشطات السعوديه نتكلم معاه بقى ونفهم نخش فيها، ما قال لي لا خلاص بلاش. بلاش بقى. اه وانتهت ان انتوا قفلتوا المعمل بتاع ماليزيا. اه ده برضو احنا بنجيب من الاخر اهو. شغل كويس. طب ما بس ينفعش. طبعا كل الناس اللي اشتغلت في الكيس دي محامين. موقف حسام ان هو مسلم نفسه وبيسمع الكلام، دكتور طارق اللي هو اهم واحد في المنظومه اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. اوكي. فكل الناس دي اشتغلت في تيم ورك شغال، واحد فاهم في القانون، واحد فاهم في كذا، واحد بيعرف يدير، فكل ده شغال صح. نادر شرفت ونورت، انا سعيد ميرسي يا جدا اسلام. جدا جدا بالحلقه دي او الحلقتين دول هيبقوا حلقتين طوال أوه. جدا، لانه ماشي. في النهايه اعتقد ان احنا اتكلمنا في حاجات كتيره جدا. الشباب استفاد او هيستفيد من الحلقتين دول ان أتمنى. شاء الله. نتمنى لهم يا رب، وبشكرك جدا جدا على وجودك لا انا معانا بشكرك جدا النهاردة يا اسلام. وسعيد بوجودك لا معانا. انا اسعد، ربنا يخليك يا رب. انا بشكرك بالتوفيق يا دايما نادر. يا شكرا جزيلا. ربنا يخليك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقات جديده قادمه ان شاء الله مع جد الشاطر.